السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. علشان التوهان اللي بنبقى فيه في موضوع صيام الستة أيام من شوال والقضاء، بصوا، صيام الستة من شوال بيساوي كصيام سنة كاملة. يجوز صيام أي 6 أيام من شوال، أول الشهر ماشي، وسط الشهر ماشي، آخر الشهر براحتك. 6 أيام منفصلة متفرقة براحتك، يعني متتابعين أو متفرقين تصوميهم مفيش مشكلة. يجوز تستنى كل اتنين وخميس من شوال او الايام القمرية 13 وال14 وال15، وتصومهم بنيتين: نية صيام الستة من شوال، ونية صيام الاثنين والخميس والايام القمرية. في الحالة دي يجوز الجمع بين نيتين، لان كلاهما صيام تطوع. يعني اقدر اصوم ال 13 وال 14 وال 15 بنيه اللي هي القمريه، وبنيه 6 من شوال. وممكن اصوم اثنين وخميس طالما انا متعوده بصومهم بنيه برضو، يعني اثنين وخميس وبنيه 6 من شوال، لانه صيام تطوع يعني سنه. تمام. طب للبنات بقى نحط تحتها خط: لو عليكي ايام من رمضان الامر واسع، ممكن تصومي الستة من شوال اولا، والافضل تصومي القضاء ما عليك ثم صيام الستة من شوال، كما جاء في الحديث: من صام رمضان أي أكمل صيام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال كان كصيام الدهر. فالحديث اشترط إكمال صيام رمضان. إزاي هتصومي الستة وإنتي أصلا ما كملتيش صيام رمضان؟ الشهر طويل، اقضي اللي عليك الأول، يعني صومي الايام اللي عليكي بتاعه رمضان اللي انت كان عندك فيها عذر ضروري. وطبعا عارفين الاعذار بتاعه البنات، يعني الاعذار اللي من كان مريضا او على سفر او فعدته من ايام اخر، يعني بيقضي من ايام اخر، غير بقى العذر اللي الشهري بتاع البنات والسيدات. يبقى الشهر طويل، ادي اللي عليك الاول وبعدين صومي الستة من شوال عشان يتكتب لك اجر صيام الظهر كامل ان شاء الله. الراجح من اقوال الفقهاء ما ينفعش تصومي اللي عليكي بنية القضاء ونية صيام الستة من شوال مع بعض. كل عبادة من دول مستقلة لذاتها، ما ينفعش الجمع بين نيتين فرض وسنة. تمام، عشان في بنات بتتلخبط في الموضوع ده. للأمانة العلمية قال فريق من أهل العلم أنه يجوز صيام الستة من شوال قبل القضاء، وأنا لظروف خاصة بعمل كده في حالة وجود عارض قوي كمرض أو خشية انتهاء شوال. ولكن ما عليه الجمهور والراجح إن شاء الله صيام القضاء أولا، لأنه أولى وأبرأ للذمة، ولأن ربنا هيسألنا أو هيسألك عن الفريضة وليست النافلة. الفريضة وليست النافلة اللي هي السنة يعني. ووافق هذا الرأي ابن عثيمين وابن باز رحمهم الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا وتدل على خير كفاعله. انا حبيت اوضح لبعض السيدات والبنات والاخوات والحبايبي حاجة ممكن يكونوا مش فاهمينها، عايزة توضيح، بيسألوا فيها بنات كتير وانا منهم، كنا بنسأل على الموضوع دوت. فالحمد لله رب العالمين، يعني يا ريت تشيروا الفيديو عشان كله يستفاد. جزانا وجزاكم كل خير.